ايه بقى العلاج؟ يعني نعالج الظاهرة دي ازاي؟ في 7 خطوات. اول حاجة التخلص من الظاهرة ديت عن طريق زيادة الوازع الديني. في ناس بتقول وبتقوي الامر ده، ولا يسخر قوم، ما ينفعش تضرب، ما ينفعش الحوار اللي يكلمك، ادفع الاذى عن نفسك بس ما تاذيش الاخرين، ادفع الاذى عن نفسك. اما تيجي تتكلم تعليش صوتك على البنات، في بنات موجود ما تعملش كده، اتكلم بصوت واطي. لدرجه ان كان في من الفيديوهات بتاعت التربيه وشفتها في كي جي 2 بتدرس في كي جي 2 في مدارس بره طبعا في اوروبا، فيديو لام وطفل وصاحبته وجارتهم جايه، فهي بتقول له انا ما هكبر انا هتجوزك، انت لما تكبر انا اتجوزك. طبعا العيال ما بيقولوش عارفين حاجه، فبيقولوا اي كلام ترديد للكلمات اللي بيعملوا. فاقول لها نو نو لا مش هتجوز، لا وقعد كده، وفي اخر مره لا نو كبيره ده كده. الام سابت البتاع وسابت وجت تقول له، قالت له ما تطولش في الكلمه، عيب، ما تقول كلمه قولها بطريقه مختصره وقولها باحترام، ما ينفعش تتكلم البنات بالشكل ده. 5 سنين و3 سنين. هو ده اللي المفروض يتقال، لكن غياب قدوة ولا مدرسين ولا بتاع خلاص. طيب تاني علاج ممكن يكون التواصل الجيد. احنا في الوطن العربي صراحة، وخلينا اقول لكم الحقيقة دي وما نتكسفش منها، احنا عندنا ضعف في التواصل. ضعف في الحوار ذات نفسه، ما عندناش حوار. الحوار اللي عندنا ضرب نار، والكل في القلوب والدنيا بتضرب بعض، كل الناس بتزعق، كل واحد بيتكلم ويقول على وجهة نظره بالزعيق كده وبطريقة مش حلوة خالص. لما نيجي نتكلم ان احنا مفيش حوار ما بين الاب تعرف عيلك في سنه يقول لك بين 3 ولا رابعه، مش عارف ابنه في سنه كام. الام لما تيجي قدامي وتبقى مش عارفه ابنها بيقول ايه، بمسكها كده، عايزه امسكها من تلابيبها كده. اما تبقى انت الام وعينك على ابنك وعارفه الكلام الهيروغليفي اللي هو بينطقه ده، الام اللي عارفه تفك الشفرات اللي العيال بيقولوها. فلما ام ما تبقاش عارفه الكلام ده معنى ايه، ولما ام ما تبقاش عارفه ابنها بيعيط ليه ولا سببه ايه، دي كارثه. او احتياجاته ايه، او اما يجي مثلا يقول لها ماما هو انت بتحبيني، دي كلام جمله، ولو اتقالت للام ماشي بتتقال للاب عشان الاب بعيد، فالعيل بيبقى لسه عايز ايه، تمهيد ارضيه بينه وبين ابوه. لكن الفتره قبل 12 سنه بتاعت الام، فلما يقول الطفل حاجه زي كده كارثه. فالحوار ازاي نتعامل، ازاي نتكلم، ازاي ابقى عندي لغه تواصل جوه البيت ازاي وبره البيت، وايه القوانين اللي في قلب البيت اللي التزم بيها، والحوار اللي اقوله ايه للاب والام، والحوار يبقى طريقته ازاي وشكله ازاي اللي بينه وما بين الاخوات واللي بره بينه وما بين المدرسين. طيب ثالث نقطه للعلاج، للمعلمين بقى داخل المدرسه، ازاي الخطوات اللي بتبقى فيها ردع للطفل المتنمر. ما هو انا لازم اشوف عقاب يا جماعه، انا عايزه اشوف حد بيتعاقب هنا فين العقاب اللي محطوط؟ والعقاب مش ضرب، العقاب ممكن سحب امتيازات، ممكن اعمال بتبقى في الجاردن او البستنه في قلب في المدرسه ذات نفسها، ده شيء طيب، وان هو يتعلم والطفل الضحيه يشوف الكلام ده. 90% من العلاج ان الضحيه يشوف ان المتنمر عليه خد جزاء، 90% من العلاج النفسي. زي ما بنقول المتحرش كده، الضحيه يشوفه وهو البوليس قابض عليه، او بيشوفه وهو بيتعذر، شوفه وهو بياخد جزاؤه، ده علاجه. طيب رابع خطوه للعلاج، لازم نعزز الثقه بقى عند الاطفال اللي هم تم عليهم التنمر والكلام ده. ليه؟ طب ايه نقاط القوه اللي عندهم؟ طب ايه نقاط الضعف ونقويها؟ طب نعزز الحاجات الايجابيه اللي موجوده، مش بس بنركز على علاج نقاط الضعف لا، انا عندي ايه نقاط قوه عشان ابرزها، وعزز السلوك الايجابي اللي عنده عشان يتعزز ثقته بنفسه، فيعرف يرد ويعرف يجابه ويعرف يتكلم، ودي نقطه مهمه جدا. طيب خامس سبب للعلاج او خطوه للعلاج، ان انا اعلم الاطفال نوع من انواع الرياضه اللي بتعزز ثقته بنفسه. ما بقولش اضرب، ما بقولش اتعلم الرياضه عنيفه عشان تضرب، وما بقولش كده، ولكن تعلم ادفع الاذى عن نفسك. ازاي تفادي الضربه اللي جايه في خدك ولا اللي جايه في وشك ولا اللي جايه، ازاي تمسك ايد اللي قدامك وما تخليهوش ان هو يعتدي عليك سواء بالضرب، وازاي تعرف ترد، والرد اللي يبقى الرد المسكت جميل في القران. عايزين نعمل مره حلقه على الرد والمسكته والحاجات، حاجات تحفه كده. الرد المسكت اللي في القران ازاي، ويتعلم اسلوب الحوار، الاقناع، حوار الطرف الواحد وحوار المجموعه، ده مهم جدا. ازاي يسكت اللي قدامي بادب وذوق واحترام، ما يجيش عليا غلطه واحده، ده مهم جدا. سادس نقطه في العلاج، انك تتحدث مع الطفل
عشان اعرف هو بيتم التنمر عليه ولا لا. اولا في علامات اصلا بتبان، يعني في علامات. فكون ان الطفل ذات نفسه يتكلم ده معيار انجاز، ان هو يقول فلان عمل فيا كده. لكن للاسف الاولاد ما خصوصا الصبيان ما بيرضوش يقولوا، يتقال عليا مش راجل، يتقال عليا بتاع ماما، يتقال عليا راح قال للمدير ما خدش، ما عرفش ياخد حقه، وتبقى سمعه في طول لا. العمل ان انا اكسر حاجز الصمت ده، واكسر حاجز عدم الكلام، بحيث ان الطفل ذات نفسه يتكلم ويقول، فبالتالي اعرف اخد خطوات للعلاج والردع، وان هو التاني ياخد جزاؤه. ده مهم جدا. طيب النقطه رقم 7، لما عندي يبقى في طفل بيتعرض للتنمر، لازم يا جماعه نستشير اخصائي. يعني الولد نفسيته اتبهدلت بقاله سنين، ويجي متعور او يجي كذا، والام ولا في دماغها، واكتشفت فجاه او اكتشف بسبب حاجه معينه، او طفل كان عنده مشكله فقال، فجابوا اولياء الامور كلهم. ودي شفناها كتير جدا جدا. لازم يتعمل له دعم نفسي، لازم يتعمل له تعديل سلوك، لازم اتابع الخطوات ومعيار الانجاز في تعديل السلوك وصل لفين، والام تتابع مع المعالج النفسي الكلام ده.